بعد فضيحة مباراة بيراميدز والزمالك وهزيمة نادي الزمالك وإقصائه من كأس مصر، طلع علينا المستشار مرتضى منصور امبارح وقال الجهاز الفني باقي ومش هغير أي حاجة، بس عايزه يتقي ربنا ويسمع كلام اللي حواليه. طب إيه الفايدة؟ اللي أنا حاسس إن لعيبة نادي الزمالك مش على هواها فيريرا. طب خلي التخمين ده صح واللعيبة مش على هواها فيريرا. طب إحنا فين منكم؟ ما قصرناش، رحنا المباريات، العدد كامل، الفرق التانية كلها نتائجها سلبية نتائجها حلوة، الجمهور بتاعها بيقل، انتوا الجمهور بتاعكم عمال بيزيد، عمالين بندعمكم، عمالين خسرتوا تعادلتوا، وتيجي في الاخر بفضيحة بتلعبوا فريق ب10 لاعبين، فريق مش عارف يغلبك من ساعة اما اتنشأ، وبيلعب ب10 لاعبين وطلعك من كاس مصر بضربات الجزاء. صيادة الشناوي، انت يا زيزو صيادة الشناوي. صحينا النهارده الصبح باعتذار لزيزو على الانستجرام. طب احنا متقبلين اعتذار، بس احنا مش عايزين الاعتذار بالكلام بالبوستات، احنا عايزين الاعتذار بالفعل. عندك ماتش قمة يوم السبت، عايز تعتذر اعتذر في الملعب، لكن البوستات والكلام ده خلاص ما بقيناش ناكل من الكلام ده خالص. مش هنبقى على لعيبة نادي الزمالك اللي حابب يعتذر لجمهور نادي الزمالك. عندكم قمة يوم السبت يوم 21، اعتذروا لنا اللي انتوا تغلبوا الماتش ده، لكن حرام 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 اللي بيحصل. احسن لعيبه موجوده عندنا في الفريق، احسن مدرب، الاداره عامله كل حاجه للفريق، فلوسك بتوصل لك، امال انتوا ايه اللعب ده؟ بتلعبوا من غير نفس ليه؟ مش على هواكم المدير الفني؟ تفكروا في الجمهور، فكروا فينا احنا اللي بيتحرق دمنا. انتوا كل واحد هيروح ينام في بيته عادي والدنيا عادي، لكن احنا اللي بيتحرق دمنا، احنا اللي بيتحفل علينا، مش انتوا. رسالة لفريرا بس، هو انت بتعاند نفسك ولا بتعاندنا ولا بتعاند مين؟ يعني حاجة غريبة. بدأت بعمر جابر يمين وحمزة المسلوسي شمال، شوية وتبدل حمزة يمين وعمر جابر شمال، مش جاي في دماغك ولا سيد نيمار، وراجع في اخر الماتش محمد عبد الشافي ينزل. هو اللي عمل فرقة الزمالك، هو اللي عمل الشكل، هو اللي بقى بيدي الكرة وبيتحرك وبيجري وعايز ياخد الكرة ويرفع كورسات وجات الخطورة من هنا. انا نفسي اعرف انت بتعاند مين؟ بتعاند نفسك ولا بتعاند مين؟ قلنا الكلام ده من قيمه 4 ايام، طول ما في ظلم ومفيش عدل مفيش توفيق. اللعيبه اللي شالتك السنه اللي فاتت، اللعيبه اللي حاربت معاك عشان تاخد البطولات، ما عدا راكنها على الدكه. انا اعتقد ان سيد نيمار نسي الكوره بسببك، مش شايلك انت لوحدك، لا انت من اهم اسباب نتائج الزمالك المتدهوره الايام اللي فاتت ديت. رقم واحد فيريرا، رقم اتنين اللعيبه، لو هتحطهم هما الاتنين رقم واحد. اتقوا ربنا، اتقوا ربنا في الفلوس اللي انتوا بتاخدوها، واتقوا ربنا في جمهوركم، احنا اللي بيتحرق دمنا. رسالة للاعيبة نادي الزمالك، عايز تعتذر لجمهور نادي الزمالك اعتذر يوم السبت يوم 21 في ماتش القمة او في مباراة القمة، اما تغلب الاهلي، اما اللعيبة تقول لنفسها وتقول للجمهور احنا اهو، احنا حاضرين، احنا احسن لعيبة في مصر، احنا اللي خدنا واللي خدنا واللي خدنا، صح؟ وفي الاخر احنا اللي خدنا.